اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأغلى متابعين. بعتذر بقى عن المقطع اللي بدأت بيه الفيديو، بس هو ده سبب غيابي عنكم بصراحة. الموضوع ده أثر عليا وعلى نفسيتي وكان جايب لي إحباط ومخليني إن أنا ماليش نفس للشغل خالص. بس قلت لا، ما بدهاش بقى، مش هخلي حاجة زي كده تأثر عليا فترة أطول من كده. الشتاء قرب يخش عليا وما عملتش أي حاجة في الشقة. قلت لا، لازم ان انا اتحرك ولازم ان انا اقاوم الموقف اللي انا اتحطيت فيه ده. ولينا ربنا، انا ما بقولش غير يا رب. ربنا موجود وعارف الظالم من المظلوم، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بعتذر لكم كمان مرة. وفيديو بقى بتاع النهاردة كله حيوية ونشاط كده، وتابعوا معايا الفيديو بقى ويا رب يعجبكم. وديت ياسين ويوسف بقى الصبح المدرسة كده زي ما انتوا شفتوا. كل اللي شافوا يقولوا ده ياسين ويوسف ماشيين لوحدهم في الشارع كده. لا والله انا كنت معاهم، بس هم عشان بيخشوا المدرسه الساعه 8. موعدهم عامله زي المدارس الخاصه، بس هم مدرسه حكومه يعني. فبيبقى الجو هدي شويه، والمدارس التانية اللي بتخش الساعه 6 تكون دخلت. هي مدرستهم بعيده عن المنطقه بتاعتنا شويه، بس انا اخترتها لهم ان هي تكون بعيده عن المنطقه عشان تكون مستواها احسن يعني. بس الحمد لله دخلتهم، طمنت عليهم. اليومين دول كمان عندهم امتحانات بتاعه الشهر بتاعتهم. بس ورجعت بقى على الشقه، عملت لي كوبايه شاي كده وفطرت. قلت ما بدهاش، لميت بقى السجاد كده نفضته والفرش. عايزه اغسله قبل دخلة الشتاء عليا واشيله. انا مش هفرش الشقه دلوقتي غير لما ماما تعمل العمليه. انتوا زي ما عارفين كده ان المره الاولانيه عملت عمليه في عينيها. كانت في عينيها الشمال ولسه فاضل عينيها التانية. فقلت بقى مش هفرش الشقة بتاعتي دلوقتي غير لما اروح تعمل العملية، لان انا بقعد معاها طبعا اكتر من اسبوع، بتاع 10 ايام. ولما برجع الشقة بلاقيها مليانة تراب وبتبقى محتاجة توضيب. فقلت ملهاش داعي ان انا افرش وارجع اوضب تاني لما ارجع من عند ماما. بس فالحمد لله انا بقى لميت الفرش بتاع الشقة ونفضته. وجبت بقى قلت اكنس السلم ده بتاع سلفتي كده من فوق. الحمد لله هي مشيت، ربنا تابع علينا الحمد لله. بس انا لازم اكنسه طبعا، ادي نظافه ليا، لان الشباك بتاع الاوضه بتاعتي الصغيره على السلم، فهو ده المنفذ الوحيد للاوضه، فلازم انضف السلم من بره عشان ما يدخلش عليا تراب ولا اي حشرات ولا حاجه. فباخد بقى السلم كده من فوق لغايه الدور بتاعي كمان لتحت كمان. مسكته كنسته كنسه حلوه كده، ولميت الزبالة. زي ما قلت لكم أنا قبل كده، أنا مش متجوزة في بيت العيلة، أنا كنت متجوزة في شقة برا جميلة جدا وواسعة وحلوة أوي وفرشها جميل جدا. بس لما المية هناك في المنطقة اللي أنا كنت قاعدة فيها كانت قبل الجبل الأصفر، لو كل اللي في القاهرة يعرفوها يعني. المنطقة هناك كانت مش حيوية وبعدين المدارس فيها كانت طبعا وحشة جدا كمصير عيالي وأطفال، منطقة وحشة جدا. والمية فيها مش حلوة، كنا بنشتري مية للشرب. بس فما الشقة بقى في بيت العيلة فضيت، جينا قعدنا هنا. فكنت مضطرة وبعت عفش كتير كتير قوي من عفشي، والله العظيم بعت النيش وبعت السفرة وبعت حاجات والانتريه، لان الشقة بتاعتي صغيرة جدا هنا، وما كانش الحاجات دي كلها استحالة انها تخش الشقة. بس فالحمد لله. حمد ربنا على عيشتي، ربنا يزيد ويبارك ويديم علينا نعمة وستر وفضل من عنده يا رب. ربنا يوسع علينا جميعا. رحت بقى مكملة بقى كنس السلم ومسحته مسحة حلوة. بحب احط انا في مية المسح الاريال والكلور، بحط حبة اوكسي كده وحبة كلور وشم بقى ريحة النظافة.
مسحت السلم مسحة حلوة. أنا بحب أعمل السلم كمان قبل الشقة، يعني بنفض فرش الشقة وأقوم عاملة السلم الأول وبعدين بقى إيه أخش أعمل الشقة بتاعتي. مسحته ونضفته، وقلت بقى بعد كده بالنسبة للسجاد كنت عايزة أغسله بقى في نفس اليوم، بس للأسف ما ينفعش. حصلت عندنا حالة وفاة في الشارع، يعني في البيت اللي جنبنا، فكانش ينفع ان انا اغسل السجاد وانشره. وانتوا عارفين بقى السجاد بيغرق الدنيا ميه، بيبهدل الشارع. واحنا عندنا في الاماكن الشعبيه اللي احنا ساكنين فيها اكتريه العزا يعني بيبقى معمول في الشارع، حتى لو مش للرجاله بيعملوه في الجامع، فالحريم بتنزل تقعد في الشارع يعني. فما كانش يصح ان انا اغسل سجاد وانشره واغرق الشارع. الناس بتشتري خواطر بعضيها برضو احتراما واكراما للميت، ما ينفعش ما يصحش. فقلت أجله بقى اليوم تاني، أودي ياسين ويوسف المدرسة وأرجع أعمله. يكون اليوم ده كمان يكون عندي فيه أكل، علشان إيه ما يبقاش فيه مجهود زايد يعني. لأن أنا بعد ما بروح أجيب ياسين ويوسف ما بروحش على طول، بيروحوا الدروس الأول وبعد كده بنروح. فخليته اليوم تاني. بس بقى السلم ونظفته، أنا خدته طبعا مسح من فوق لتحت بص النظافة. طول ما احنا بقى كده في الصيف احب اعمل لنا امسح السلم كده وافتح الشباك وافتح الباب بقى وتشم بقى ريحه النظافه، خش هوا جميل. ودخلت بقى على الشقه، مسكت الشقه بقى كمان طوقتها. هي نضيفه والله، بس مشكلتي كانت اليومين اللي عدوا ان السقف مش مبطل ان هو يوقع لسه. كان لسه بيوقع التراب، اي خبطه باب اي رزعه باب في الشقه ولا في البيت تلاقي السقف لسه بيوقع. فبصراحه انا كنت خايفه كمان على العيال، ده كسر لي التربو، يعني السقف لما وقع كسر لي التربو البلاستيك اللي انا حاطاه بره دوت، اللي بحط فيه الكتب بتاع عيالي، كسر والله العظيم من فوق. فبحمد ربنا ان لما وقع انا ما كنتش موجوده في البيت، لو كان نزل على دماغ عيل من عيالي يعني. الحمد لله ان ربنا ستر، قدر ولطف. ربنا دايما بيلطف بعباده. فالسقف طبعا مش مبطل اي خبطه في البيت وكده، بيقوم موقع لسه ايه آه، تراب يعني من السقف وكده. فالموضوع ده مضايقني جدا، كل شويه اكنس كل شويه امسح. فالحمد والشكر لله. ان شاء الله ربنا ييسر الحال وهنعمله، بس مش دلوقتي بقى قدام شويه، لان انتوا عارفين طول فتره المدارس بيبقى فيه ضغط في الماديات شويه والدروس، يعني ربنا يعين ابوهم عليهم. بس فقلنا نأجل الموضوع ده يعني فترة الأجازة. لان اصلا هو المشكله ان بقيه السقف اصلا عايز ينزل، يعني مش هينفع ان انا اعمل الحته دي بس. بقيه السقف زي ما وريتكم في الفيديو قبل كده ان بقيه الشقه بايظه، لازما بقيه السقف ينزل ويتعمل مع بعض كله. لان انا لو عملت حته وسبت حته يعني هيبقى شكلها وحش وكده كده هتقع. فبنقول نصبر شويه ان شاء الله، بس عشان موضوع الدراسه ده والدروس، وهنعمله باذن الله. وزي ما انتم شايفين برضو كده الحيطه، بص الواجهه اللي في الوش عامله ازاي. مش عارفه ده بقى عيب بياض ولا لما النطره جت من فتره كانت قويه جدا، لما كانت بسيول كانت بتنزل ما بين البيوت، شربت الحيطان، البياض كله طقطق. لان ده ظهر البيت بتاعنا لازق في بيت تاني، فالميه كانت بتنزل ما بين البيوت لغايه ما الحيطان شربت، وكانت عامله ريحه كمان فتره النطره دي. فمش عارفة بقى ده عيب بياض ولا بسبب النطرة. بس برضو كل ده برضو عايز ينزل، بس واحدة بواحدة إن شاء الله، وهنجدد مع بعض بإذن الله. بصراحة برضو الواحد يعني قلقان من حتة التوضيب دي شوية، لأن المنطقة بتاعتنا فيها تعديلات وفيها هدد جامد في المنطقة السكنية اللي احنا فيها. فخايفين إن احنا نكون من ضمن المربع اللي هيتهد. فبقول يا ربي هبيض ويعني هكلف وهوضب، وفي الآخر البيت بتاعنا يتهد. فهو ده اللي معطلني شوية. وبصراحة برضو في نفس الوقت أنا مش في نيتي إن أنا هطول في المكان هنا كتير، لأن الشقة ضيقة جدا علينا، وعايزة أشوف شقة أوسع من كده عشان عيالي. وكنت عاملة الأوضة ديت أوضة للقعاد يعني، وإن احنا ناكل فيها، وللتلفزيون كنت حاطة فيها النيش كمان قبل ما أبيعه، وأوضة لأوضة النوم. بس لما جه بتوع الغاز يركبوا لي الغاز، رفضوا إن هما
البوتاجاز والمطبخ يكونوا في الطرقة اللي هي بره دي هتشوفوها دلوقتي. قالوا لي لازم يكون مطبخ مقفول عليه باب وليه مكان للتهوية شباك. فبصراحة الغاز طبعا مهم. ضحيت بالأوضة طبعا اللي هي بره اللي على الشارع الصغيرة التانية، عملتها مطبخ. بس هي أنا برضو مش مهملة فيها، يعني هوريها لكم. مش مهملة فيها، انا حاطه فيها الكمبيوتر، وحاطه فيها يعني ناس كتير تستغرب حاطه كمبيوتر في قلب المطبخ. حاطه كمبيوتر. اهم حاجه النظافه، اهم حاجه النظام. إيه، بصوا كده الاوضه خلصت اهيت خلاص. النيش بتاعي من بعد ما بعته طبعا حاطه دول هنا كده. شفت البطرمات العسل اللي هناك دول انا اللي عاملاهم على ايدي، اعاده تدوير بطرمات ازاز. هتلاقيهم برضو على القناه، اتفرجوا عليهم هيعجبوكم. دخلت على الأوضة بقى التانية كده برضو ايه. انا بعمل الارض الاول ليه؟ لان انا بحب انزل فرش السرير على الارض. ما كانش ينفع ان انا انزله وتكون المشاية عليها تراب او عليها بري اقلام او كده، لان عيالي بيحبوا يقعدوا في الاوضه دي يذاكروا، ما بيقعدوش هناك، لان لو قعدوا في الاوضه التانية يقعدوا قدام التلفزيون، وانا مش عايزه كده. فبيقعدوا هنا بقى يذاكروا، فتلاقي بقى الاوضه اتملت بري اقلام على ورق على كده. فكنت بحب ان انا انفض المشاية الاول او الحافظة الاول وامسح، عشان بنزل فرش السرير على الارض. فرشت بقى الحافظة هنا في الأوضة ديت، مرضتش افرش السجادة تاني. لميتها قلت برضو ايه عشان ما تبقى سهلة على الغسيل يعني على طول. مرجعش انفض تاني، مفيش بس غير السجادة التانية اللي في الأوضة اللي هناك دي فرشتها، بس سهل تنفيضها يعني. فرشت الحافظة في الأوضة ديت بقى، وبلم الورق بتاع عيالي. بصوا ورق الدروس هتلاقيه في كل حتة، والمفارش دي برضو بصوا جمالها انا اللي عاملاها. هتلاقوا برضو الفيديو بتاعها على القناة، هحطهم لكم في صندوق الوصف. يعني الفيديو بتاع البطرمانات والمفرش ده هحطه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بقى مش هطول، هغسل بقى السجاد على طول برضو، مش هركنه عشان يلحق ينشف قبل ما الدنيا تسقع اكتر من كده. انتوا عارفين السجاد بياخد وقت يعني. فهحضره، لان انا كمان عقبال ما هروح عند ماما وارجع يعني فيها 10 ايام. فلما ارجع عايزه تكون الحاجه بتاعتي جاهزه باذن الله، افرش شقتي على طول. وبعدين الستاير كمان لسه عايزه تركب. فكل دوت الستاير انا شايلاها وغسلاها ومحضراها يعني. فاضل بقى السجاد ان شاء الله هغسله وهحضره واركنه قبل ما امشي. بس عيالي على طول يطلعوا من الدولاب طقم ويلبس، لو قلع وينسى ان هو طلع طقم يروح يطلع تاني من الدولاب ويلبس ويرمي. كنت عايزه كمان اودي الستاير بتاعتي، عايزه اغير الشريط بتاع العلاقات اللي فوق ده، عايزه اعمله النظام الجديد اللي هو الشريط اللي فيه الحلقان ذات نفسه. يعني يا دوبك اركب في الماسوره على طول، هيبقى اسهل واحسن. حاسه ان يبقى افضل من النظام القديم، بيبقى فيه مشابك صغيره كده، بصراحه بتاخد وقت قوي في التركيب بتاعها. وبعدين كمان انا عندي نظام الستاير، كنت عامله النظام اللي هو الستارتين، يعني ماسورتين، ستاره خفيفه وستاره تقيله. برضو عايزه الغي النظام دوت واخليها ستاره واحده بس. يعني عايزين نبقى تبع الموضه مش عايزه احط انا ستارتين، بصراحه ربنا بيقفشوا في بعض كده وفي الراحه وفي الجايه. وبعدين الستاير بتاعتي انا كنت يعني مصمماها ومفصلاها على الشقه القديمه اللي انا كنت فيها، اللي انا متجوزه فيها. فالستاير طبعا كبيره وطويله، انا صعبان عليا ان انا اقصها، عشان هي طبعا هي طويله بتبقى نازله على السرير، فمش حابه ان انا اقصها. بقول ربنا يوسع علينا باذن الله وننقل في شقه تانية، فمش عايزه ابوظ الستاير بتاعتي. لكن هي كبيره وطويله. كنت منفذاها كمان على الشقه اللي هناك، كانت من الحيطه للحيطه بتاع كل ستاره 5 متر بالكشكشه بتاعتها. فشوف كده ربنا يسهل، ويمكن اغير في النظام بتاعها. المشكلة ان الشقة هنا مش مدية مساحة ان انت تغيري فيها نظام او شكل او حاجة، لان يا دوبك انت على قد ان انت تحطي العفش وبس. الحمد والشكر لله. ان شاء الله املي في ربنا كبير ان احنا ربنا يوسع علينا ويرزقنا باذن الله، ونكون في مكان افضل باذن الله، وربنا يديم علينا نعمة وستر وفضل من عندك انت يا رب. عملت بقى الطرقة بقى كده اللي هي ما بين الاوض. الطرقة دي اللي انا كنت حاطة فيها البوتاجاز والمطبخ بتوعي.
فلما جم بتوع الغاز رفضوا ان هم يركبوا الغاز وهي فيها يعني، فاضطريت طبعا انا اضحي بالاوضه اللي هي بتاعه الاطفال. حتى ما غيرتش البياض بتاع الاوضه، هتلاقوا فيها الستيكر بتاعها بتاع الاطفال والحاجات الوزر دوت. ما غيرتش طبعا ولا بيضت حاجه، سبتها زي ما هي. وحطيت فيها الغسالة، البوتاجاز، التلاجة، الكمبيوتر، المطبخ. بصراحة يعني برضو هي واسعة واخدة حاجات كتير، بس أهم حاجة النظام والنظافة. حطيت بقى الغسيل، قلت يخلص الدورة بتاعته قبل ما اخلص المواعين. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو قريب عن الغسالة بتاعتي دي، غسالة هوفر. هقول لكم مميزاتها وعيوبها بإذن الله. شغلتها بقى كده على الدورة السريعة اللي هي بتاخد ساعة، وخلصت الغسيل. خلص ونشرته. كان كده أذان الظهر قرب عشان انزل اجيب ولادي بقى من المدرسة، وبعد كده بوديهم الدروس. وبنرجع على البيت على الساعة 3 4 حسب الدرس ما بيخلص. وبنرجع بقى نكمل اليوم بتاعنا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تشيروا القناة لاصحابكم عشان يقدروا ان هم يستفادوا معانا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، اداكم قوة ونشاط كده وحيوية. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.